السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض توست العدس بطريقه حلوه جدا. العيش ده حلو جدا للناس اللي بتعمل دايت والناس اللي عندها سكر، حاجه كده لذيذه جدا ومشبع. ونسمي بالله ونبدا. اول حاجه معايا ربع كيلو عدس، طبعا منقيه كويس ومنضفاه. وبعد كده هغسله كويس قوي. بعد ما غسلته كده هنزل عليه بحبه ميه، اغطيه كده بالميه واسيبه ميه عاديه، مش سخنه ولا اي حاجه، اسيبه ساعتين. وهنا بعد ما سبته ساعتين صفيته، ومعايا ذرة ملح يعني قد ربع معلقة ملح صغيرة، وثلاث بيضات وعلبتين زبادي ونص كوباية زيت، وكيس بيكنج باودر. هي دي المكونات. حطيت الزبادي، علبتين الزبادي اي نوع زبادي انتوا حابينه. وبعد كده فضيت نص كوباية الزيت. وبعد كده نزلت بالثلاث بيضات وربع معلقة ملح صغيرة. وهنزل بالعدس. العدس طبعا منقوع قبلها بساعتين عشان يبقى طري خالص معايا. حطيتهم كلهم كده في الخلاط اضربهم كده في الخلاط. انا لسه ما حطيتش البيكنج باودر. هفضل اضربهم كده لحد ما ينعموا خالص. واول ما ينعم خالص كده معايا احط بيكنج باودر. افضي بقى كده واديهم لفة تاني كده بالخلاط لحد ما ينعموا خالص، والبيكنج باودر يعني ينعم خالص ويختلط بالمكونات كلها. وبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هتجيب بقى ورقة زبدة، بس اهم حاجة تجيب ورقة زبدة كويس. الورق الزبدة اللي عندي ما كانش قوي بصراحة، ما كانش حلو جدا، بيلزق في الحاجات اللي زي كده. بس انتوا بقى حاولوا هاتوا يعني ورق زبدة يكون كويس. حطيته في القالب مقاس 24. وفضيت الخليط عندي هنا شبه قوام الكيكة بالظبط، كأني عاملة كيكة بالظبط، نفس القوام. حطيت عليه اي حاجة بقى تحبوها. حطيت انا حبة البركة وسمسم، ممكن تحطوا شوفان، ممكن تحطوا اي حاجة. انا ممكن تسيبوه خالص من غير اي حاجة. انا حطيت سمسم وحبة البركة وخبطته كده عشان اطلع منه الهواء. وطبعا الفرن شغالة قبلها ب10 دقايق عشان تكون سخنة على درجة حرارة 180. سبته في الفرن قعد معايا ساعة وربع بالظبط. وبعد كده شلته من ورق الزبدة. طبعا سبتها تبرد خالص، يعني سبت التوست يبرد خالص. وبعد كده شلته. طبعا الورق الزبدة زي ما اتفقنا ان هو كان مش حلو، فغلبني شوية لما خلعته. وهبتدي بقى معاكم كده اقطع التوست. كان التوست برد معايا تماما بالشكل ده شايفينه. ما شاء الله واخد معايا لون من فوق ومن تحت موحد جدا، ومن جوه تحس ان انتي يعني ماسكه كيكه بالظبط كده. طعمه جميل جدا يا جماعه، والله طعمه خطير جدا ومشبع جدا جدا ولذيذ، بيتاكل باي حاجه. انا بقطعه كله كده وبحطه في علبه وبشيله في الفريزر وبطلع منه على قد ما استخدم. بصراحه لذيذ جدا. عملت بقى واحد كده بالجبنه، ما شاء الله بص الجبنه، فردت الجبنه كده عليه وقعدت اكل منه كده. كان طعمه يجنن بصراحة. كنت لسه ما فطرتش وفطرت بيه، يعني صراحة بيسد الشهية جامد ولذيذ جدا. وقطعته بالشكل ده طبعا زي ما انتم شايفين. وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. ولو عجبتكم طريقتي في العيش التوست قولولي، وانا ممكن اعمل لكم وصفات تانية كده للعيش المنخفض السعرات. ومع السلامة.